طيب بسم الله ندخل في الفرونت اند رود ماب بتاعتنا. اول حاجه قبل ما نتكلم انا عايزك تعرف يعني ايه فرونت اند. تعال نسال نفسنا يعني ايه فرونت اند اصلا قبل ما ادخل في الرود ماب. بص، لو انت قاعد على جهازك سواء كان من موبايل او من لاب او من بي سي ودخلت على موقع ما، فاي حاجه بتشوفها بعينك في الموقع ده عمله شخص فرونت اند. اي حاجه بتشوفها في الموقع من الوان، اشكال، زراير، خطوط، نصوص، كل الاشكال اللي في الموقع اللي انت شايفها بعينك دي عملها شخص فرونت اند. عملها شخص مبرمج المسمى الوظيفي بتاعه فرونت اند، والشخص ده بيجيله تصميم من حته معينه من حد اسمه يو اكس يو اي ديزاين، وانا شرحت الموضوع ده في فيديو فات. وبيدي التصميم ده للفرونت اند، والفرونت اند بيكتب كود عشان هو مبرمج وبيحوله للتصميم ده وبيحوله الموقع تقدر تدخل عليه وتشوفه بعينك. طيب تمام، نسأل سؤال تاني، هو الفرونت اند ده بيشتغل فين؟ يعني انا دلوقتي لما ابقى فرونت اند هشتغل فين؟ بص، بيشتغل في 3 اماكن، يمكن في اكتر بس دول المشهورين. اول حاجه هو بيشتغل في شركه زي اي موظف يشتغل في شركه. الشركه دي مثلا عندها ويب سايت، ماسكه ويب سايت، شركه ماركتنج. ان شاء الله تكون الشركه بتعمل مواقع بيعها للناس عادي، مش مهم، المهم شركه معينه محتاجه فرونت اند، فبالتالي انت بتشتغل، بيجي لك شغل في الشركه فبتنفذه وبتاخد مرتب كل اول شهر. طيب تاني حاجه هو انك تشتغل فريلانسر، انك تبقى بتعرف تعمل شغل فرونت اند، فبالتالي في مواقع فريلانسر فحد ما في مكان ما محتاج الشغل، محتاج شغل موقع معين، فبيروح بعت لك انت التصميم وبيتواصل معك وبيبعت لك التصميم، فانت بتنفذ التصميم وتعمله الموقع بتاعه، وبالتالي بتديله الموقع وبيديك فلوس، وده نوع من انواع الشغل. طيب النوع الثالث هو انك تشتغل في شركة عن بعد. ازاي ده؟ بص، في شركات بتكون محتاجة موظفين او بتكون محتاجة تاسكات معين او شغل معين، فانت بتكون قاعد في بيتك وشغال في الشركة. ازاي؟ بيبعتوا لك التاسكات وبيبعتوا لك التصميمات اللي هم عاوزين يعملوها، وانت بتشتغل كودينج وبتعمل التصميمات دي وبترجعها له، والمرتب يبعته لك عادي، مش شرط تروح الشركه يعني. طيب الرود ماب بتاعتنا هتمشي ازاي عشان ما اضحكش عليك؟ عشان هي هتكون مختلفه شويه. ازاي؟ انا مش هقول لك على شريط فيديوهات او شريط كورسات تروح تسمعهم وكده تبقى انت فرونت اند. لا انا مش هعمل كده، انا لو عملت كده ابقى بضحك عليك. الرود ماب بتاعتنا هتتقسم ل3 مستويات. هتخلص ال3 مستويات هتبقى قادر انك تدور على شغل، هتبقى قادر انك تعمل شغل، انك تمشي مع السوق، مش الشركات هتجري عليك بقى والمش عارف ايه والشغل اللي انت بتسمعه على اليوتيوب ده. لا خالص، هو انت هتبقى قادر انك تعمل على شغل، وفكره ان الرزق دي بتاعت ربنا بقى انت اللي تدور. عشان فكره ان انا اجي اقول لك هعلمك فرونت اند في 3 شهور، هعلمك فرونت اند في شهر ونص واخليك تنين والشغل ده، لا الشغل ده كله كذب وما بيجيبش حاجه. الرود ماب بتاعتي مش هتكون فيديوهات، لا الرود ماب هيكون فيها كورسات وهيكون فيها ادوات وهيكون فيها خطوات معينه، حاجات لازم تعملها، هيكون فيها مصطلحات لازم تروح تقرا عنها، هيكون فيها مشاريع معينه لازم تعملها، ولو ما عملش المشاريع دي يبقى انسى الرود ماب اصلا، عشان المشاريع اهم من كل حاجه. فامشي معايا كده، وعايزك تركز في الالوان اللي انا كاتبها لك، كل حاجه فيهم مكتوبه بلون ركز فيه شويه كده. تمام. تاني حاجه عاوز اقولها لك بقى، انك مش معنى انك خدت كورس تبقى خلصت علم. يعني لو انا قلت لك روح مثلا اتعلم لغه زي HTML او اي لغه، فمش معنى انك رحت سمعت لها فيديو على اليوتيوب تبقى انت كده خلصت اللغه، لا. ده مجالك مجال تقني يعني متطور، يعني كل يوم بتظهر حاجات جديدة، فانت لازم تكون متابع، لازم تدور عن الحاجة اللي انت بتتعلمها وتتعمق فيها وتتوسع فيها اكتر، ولازم تشتغل فيها بايدك. دي حاجة لا غنى عنها، انك لازم تشتغل بايدك عشان تتقن الحاجة. هات بس كده ورقة وقلم وامشي معايا واحدة واحدة واكتب اللي هقوله لك عشان ما تنساوش، وكوباية النسكافيه او الشاي بتاعتك، ويلا بينا نخش على الرود ماب. طيب بسم الله، نبدأ على بركة الله في الرود ماب بتاعتنا، ونقسم الشاشة كده ل3 مربعات ونبدأ فيها. اول مربع ليفل 1، وده ليفل مبتدئ، ده الليفل اللي تتعلم فيه الحاجات الاوليه. اول حاجه عاوزك تتعلمها، انت الموقع بتاعك ده هيتحط على الانترنت، فانت لازم تعرف ازاي الانترنت بيشتغل. ان شاء الله تشوف فيديو على اليوتيوب للموضوع وخلصنا، ما عنديش مانع. بعد كده بقى تبتدي تخش باول حاجه بيتعلمها اي فرونت اند، HTML و CSS. ولو مش عارف دول ايه، كانك بتبني حيطه. HTML تعتبر هي الطوب وانت بتبنيها، وانت بتحط القالب ده على القالب ده وتبني الحيطه. طب CSS وانت بتلون الحيطه وانت بتخلي شكلها حلو. موقع نفس الموضوع، بنبنيه الاول وبعد كده بنعمل شكل، نفس الفكره. طيب بعد كده هعمل ايه؟ لا بعد كده استنى هنا، بعد كده انت لازم تعملي على الاقل 3 بروجكتات، 3 مشاريع بال HTML وال CSS بس. عاوز تكتر ده اجتهاد شخصي منك وحاجه احسن ليك، براحتك. اجيب المشاريع منين؟ عندك يوتيوب، وعندك ممكن تدور على جوجل على ناس عامله مشاريع بتحاول انك تعمل زيها. حد هنا تمام؟ طب خلصت وعملت ال3 مشاريع، تبتدي بقى تخش على لغه البرمجه وتتعلم كل ما يمكن تقدر تتعلمه عن جافا سكريبت. تتعلم اي حاجه تقدر تتعلمها عن جافا سكريبت، من كان لغه، من كان اكما 6، من كان او بي، اتعلم في جافا سكريبت. جافا سكريبت اصلا بتفيدني في ايه؟ بص،
تعال اوريك مثال عملي. طيب تعال نشوف مثال. ده كود اب معمول HTML CSS جافا سكريبت. الخانات دي دول معمولين ب HTML والالوان بتاعتهم ب CSS عادي، صفحة عادية زي اللي احنا بنعملها اي صفحة ويب. بس مثلا لما اجي اكتب هنا اي حاجة، اكتب مثلا هنا سنة وهنا يحرق، لما اجي بدوس كريت، شوف لما دوست على الزر هنا اللي خلى الحاجات تضاف هنا دي جافا سكريبت، واللي بيخليني مثلا لما اجي ادوس على ديليت هنا يروح ماسح، دي برضه جافا سكريبت. هي اللي بتخلي الصفحة ديناميك معايا، هي اللي بتخليني اتفاعل مع الصفحة، وهي اللي بتخليني اتنقل من مكان لمكان جوه الموقع، او حتى مثلا لو حبيت اعمل ابديت فالحاجات بتطلع لي هنا برضه. كل ده الشغل اللي في الخلفية معمول بجافا سكريبت. HTML CSS مسؤولين بس عن اماكن الحاجات والالوان بتاعتهم، الشكل اللي انت شايفه ده بس. طيب اديك شفت دلوقتي جافا سكريبت بنستخدمها في ايه. بعد كده اروح فين؟ لا ما تروحش، استنى هنا شويه. هتعمل لي على الاقل هنا بقى 5 مشاريع، مش 3 لا 5. طب اجيب مشاريع منين؟ برضه ما نفس الموضوع، هتجيب من يوتيوب او هتخش على موقع اسمه فرونت اند مينيتور. ده هتلاقي عليه بروجكتات انت تعملها وهو يختبرها لك وهيساعدك قوي. هتلاقي فيه حاجات HTML CSS بس، حاجات HTML CSS جافا سكريبت. هيساعدك في اي حاجه وهيدربك وهيخليك كويس. خلصت لحد هنا؟ طب قبل ما تنقل على اي حاجه، في 2 تولز انا عايزك تتعلمهم، وهم جيت وجيت دي، عشان لما تشتغل ان شاء الله كده مع تيم تبقى قاعدين تشاركوا الكود بتاعكم. وحاجات تانية انا مش هشرح لك جيت في الفيديو ده. وتاني اداة هي جيت هاب. على جيت بقى فانت هتلاقي مشاريع جاهزة تقدر تستفيد منها، وكمان ممكن يتيح لك انك تعمل استضافة مجانية بحيث ان انت تجرب الموقع بتاعك لو حد عاوز يتفرج عليه، وحاجات كتير هتساعدك فيه. بس انت ما ينفعش تبقى فرونت اند من غير ما يبقى معاك جيت وجيت هاب. بعد كده بقى هتبتدي تخش على لينكد ان، وده موقع حاجة كده زي فيسبوك بس للشغل. هتلاقي عليه ناس من نفس الموضوع بتاعك، ناس فرونت اند زيك. لو انت شغال اي حاجه هتلاقي موظفين فرونت اند زيك في نفس المكان، هتلاقي الاكونتات بتاعت الشركات، وهتلاقي عليه كل حاجه هتساعدك في انك تشوف سوق العمل اللي حواليك شغال ازاي. في الليفل ده انا عايزك بس تعمل اكونت على لينكد ان وتسكت، بس ما تعملش حاجه تاني. اعمل اكونت وسيبه فاضي، هخليك تستخدمه قدام. هنا انت خلاص كده رسمي بقيت فرونت اند وتقدر تطلع شغل. بس هل حد مهتم بالشغل ده؟ لا، مفيش حد عاوز الشغل ده. انت هتعرف تطلع شغل بس ده مش مطلوب. في الليفلات اللي جايه هتعرف ازاي تعمل شغل لنفسك يكون مطلوب والسوق محتاج ايه، وتعرف تواكب معاه. بعد كده عاوزك تطلع على حاجتين، وهم الكالر سير والسي ام اس. والكالر سير ده عشان لما تيجي تعمل انت تصميم من نفسك ما تعملش حاجه مش متناسقه. والسي ام اس دي ادوات جاهزه بتساعدك انك تعمل ويب سايت من غير ما تكتب كود، بتنفع في حالات معينه. بس كده لا، فاضل اخر حاجتين، وهم انك تعرف الداتا ستراكشر اند الجوريزم. ودول مش هقول لك اختياري، بس في كود ان انت عندك داتا ستراكشر والجوريزم وانت فرونت اند، ده بيساعدك في الانترفيو وبيساعد التفكير. هم يمكن مش مطلوبين بالشكل اللي هو، بس هيساعدوك. كده انت مبروك خلصت ليفل 1، والمفروض انك معاك على الاقل مشاريع كويسه وانت طالع من الليفل ده. تعال بقى نخش على ليفل 2، وده الليفل اللي هتتميز فيه. طيب في ليفل 1 انت اتعلمت سي اس اس، بس انت كسي اس اس بس عشان تعمل بيها تصميم معين فده هياخد منك وقت كبير. فانت هنا عايزك تتعلم فريم ورك السي اس اس، تتعلم سي اس اس فريم ورك، وده هيخلي شغلك اسرع. طب اتعلم ايه او ابحث عن ايه عشان اتعلمه؟ عندنا حاجتين وهم اشهر حاجتين، وهم بوت ستراب وتيل وين. تتعلم ايه فيهم؟ من الافضل انك تتعلم الاثنين، هما مش كتير، بس لو هتتعلم واحد بس هو بوت ستراب هو الاشهر. خلصت والمفروض انك طبعا طبقت عليه، بتخش بعدها على جي اس فريم ورك، يعني فريم ورك الجافا سكريبت، لغه البرمجه اللي انت اتعلمتها. وهنا هتلاقي اكتر من خيار قدامك، انا هقول لك على اشهرهم وانت بتشوف المناسب ليك. اقول لك على اشهر 3 وانت تشوف المناسب ليك ايه وتختار. عندنا الاشهر هم 3، وهم رياكت وانجولار وفيو. خد بالك بقى عشان المرحله دي هي اصعب مرحله واكتر مرحله هتتعب فيها، بس هتطلع من هنا انت قادر انك تطلع شغل بروفيشنال بجد، قادر انك تعمل شغل كويس مقبول. طيب اختار انهي واحد فيهم؟ انا عندي 3، ما اكيد مش هتعلم ال3. اختار انهي واحد فيهم؟ ده بيعتمد عليك انت. ازاي؟ انت بتدور وتشوف انت تشتغل فين، بتعمل سيرش وبتشوف لينكد ان، بتشوف اللي حابه ايه، بتشوف اللي موجود حواليك ايه. يعني لو انت في منطقه رياكت مطلوب فيها اكتر فتتعلم رياكت، لو انت اللي انت عاوز تشتغل فيه فيو جي اس مطلوب اكتر فتتعلم فيو جي اس. لقيت 2 او احترت بين حاجه، ممكن تشوف الاتنين مثلا وتتعلم اللي حابه. بعد كده تخش تتعلم الاي بي اي. خد بالك عشان الاي بي اي موضوع كبير شويه. طب اتعلم ايه في الاي بي اي؟ انا عاوزك تتعلم بس ال HTTP والكور والنيج ويب سيرفر اللي انا كاتبهم لك. بعد كده بقى عاوزك تتعلم اليونت تيستر عشان تقلل الاخطاء في الكود بتاعك وتقلل الاخطاء في البرنامج بتاعك. بعد كده بتخش تتعلم دوكر عشان البرنامج بتاعك يشتغل على اكتر من اوبريتنج سيستم.
وبعد كده عاوزك تتعلم الانبوت سانتيزيشن. يعني ايه الانبوت سانتيزيشن؟ يعني ان دلوقتي انت عملت ويب سايت، فاليوزر بيدخلك بيانات، فانت بتحكم اليوزر انه يدخلك البيانات اللي انت عايزها. انت عاوزه في الخانه دي يدخل ايميل، فانت بتمنعه انه يدخلك هنا رقم، انت بتجبره انه يدخلك ايميل، بتجبره ان هنا يدخل رقم تليفون. بعدها بتخش تتعلم الويب ديزاين باترن، وتتعلم ويب ديزاين باترن عشان تعرف تكتب كود الناس تفهمه، وجود شكله منظم وشكله كويس. هنا بقى انت خلصت دلوقتي ليفل 2، وحاليا انت مؤهل انك تشتغل. بس فاضل ليفل 3، وده الليفل اللي فيه شويه زيادات بسيطه، وفيه هتتعلم ازاي تدور على شغل، ازاي تدور اصلا وتعمل سيرش كويس بطريقه بروفيشنال. اول حاجه انا عايزك تتعلم نتورك بيزك، اساسيات النتورك، بس تتعلم ال HTTP والويب سوكت وبس. طبعا لو انت في الباك اند كنت هتتعلم النتورك كلها، بس هنا انا عايزك تتعلم بس الويب بيزك، اساسيات بس. بعدها انت ما ينفعش تبقى شغال في حته البرمجه وما عندكش سي في، فانت في الوقت ده لازم تعمل سي في لنفسك. طيب بعد كده بتعمل ويب سايت لنفسك. انت دلوقتي بتعمل بيرسونال ويب سايت عشان انت فرونت اند، فلازم يكون عندك موقع شخصي بتنزل عليه الشغل بتاعك، عشان اي حد محتاج يشوف شغلك يخش على الويب سايت بتاعك. ده بيكون شغل بروفيشنال اكتر. بعد كده بتخش على اخر حاجه، وهي هتساعدك قوي، وهو اللي انت عملت فيه اكونت فوق، هو لينكد ان. طب اعمل ايه عليه؟ لازم تكون متفاعل فيه، يعني تعمل مثلا فولو لناس معينه من نفس مجالك ونفس التكنولوجي اللي انت شغال فيها، وتتفاعل معاهم، تتفرج على شغل غيرك، وتشوف انت مثلا مستواك زيهم ولا اقل ولا اعلى، تشوف ايه ناقصك. هتلاقي الشركات منزله مثلا وظائف معينه وطالبين سكيلز معينه، فانت تشوف ايه ناقصك، تشوف اللي ناقصك وتروح تتعلمه، تعرض شغلك عليه، اعرض شغلك، تنزل عليه بوستات زي فيسبوك، فبتنزل عليه فيديوهات وبتنزل عليه صور للشغل بتاعك، اي حاجه بتعملها بتنزلها عليه. بعد كده بتشوف هتشتغل ايه وابدا شغل ازاي. يعني لو انت قررت انك مثلا تشتغل فريلانسر، فانت بالتالي بتروح على موقع الفريلانسر وتعمل عليها اكونتات وتبدا تقدم على شغل هناك. انت حاليا مستواك كويس. طيب لو انت مش عايز كده، لو انت عايز تشتغل في شركه، فبالتالي انت معاك سي في، فبتعمل السي في بتاعك في كل الشركات اللي طالبه، سواء كانت اونلاين او تنزل انت تبعت لها السي في بتاعك وتستنى تتقبل ويجي لك الانترفيو، وساعتها بتروح تعمل الانترفيو. في حاجه اخيره بقى عاوز اقولها لك، ان مفيش علم بيخلص. يعني ايه؟ يعني طبيعي وانت شغال تلاقي حاجات جديده بتنزل، تلاقي سكيلز جديده مطالب منك انك تروح تتعلمها، فتروح تتعلمها، سواء تسمع عنها فيديو او تقرا عنها او تعمل سيرش وتشوف ده ايه. حتى الحاجات اللي انت بتعلمها بتتطور يوم عن يوم، فلازم تبقى انت متابع وبتطور كل ده. والمفروض انك مش هتزهق. ليه؟ عشان في الاول في الاخر انت المفروض طالما دخلت الحاجه دي تبقى حاببها، وطالما ده حاببها يبقى مش هتزهق منها. وبس كده. لو عايز اي رود ماب عن اي حاجه تانية، او عايز نتكلم عن اي مجال معين، او في حاجه مش فاهمها، اكتبها لنا في التعليقات وان شاء الله هنعمل لك عنها فيديو.